السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا انا عارفة ان انا بغيب عليكم كتير وما عنديش وقت للتصوير، بس والله غصب عني. الامتحانات بقى والمذاكرة وكده، يعني انا شبه ان انا عندي ثانوية عامة يعني، بس ايه على صغير. انا السنة دي معايا ابني في سنة رابعة، فربنا يقوينا ويعيننا. المهم بقى ايه، انا دلوقتي كنت بالليل كده بحضر العشاء. العشاء ايه، بحضر الغدا تاني يوم. تمام، هعمل محشي، فانا بحب اجهز حاجتي كده ايه من بالليل. اليوم ده الصراحه انا كنت هعمل ممبار بس. بس ما اخدش معايا الرز اللي انا عملته، يعني لقيت الرز طلع معايا كتير. فلما كنت حشيته بقى بالليل وكل حاجه. فلما صحيت الصبح اتصلت بتاعه الخضار اللي انا بتعامل معاها، وقلت لها انا عايزه كرنبايه مسلوقه يعني ومتقطعه وكده. وفعلا بعتتها لي. وعملت عملت المحشي يعني وكده، على اساس بقى ايه، اكمل الرز. حرام بقى، وانا ما بحبش اشيل خلطة الرز في الفريزر والكلام دوت. لا، وحشيته ايه، وهو الاكل قعد عندي يومين يعني يوميها. تمام. فكملت يعني ساعتها ايه بالكرنب وكده. هنا بقى انا بعمل ايه، بجهز الخلطة بتاعه المحشي، وكمان حشيت الممبار والله عشان كان تاني يوم كان عندنا مذاكرة وكده اياميها. اليوم ده يعني احنا دلوقتي انا بسجل لكم الفيديو، احنا في اجازة نص السنة. انتوا متخيلين ما كانش عندي وقت امنتج الفيديو، وحياة ربنا ما كان عندي وقت امنتج الفيديو. يعني الفيديو ده انا كنت عاملاه ايام الامتحانات، كان كريم نايم في الوقت دوت. فانا جهزت المحشي وحشيته وكله. وتاني يوم سويته. فاهمين قصدي؟ عمل إيه، كنت شاريه ممبار من السوق وكده. ورحت ايه تاني يوم رحت سويته. بس طبعا ما كانش عندي وقت ان انا منتجه، فما منتجه لكم دلوقتي واحنا في الاجازه اهو. بصوا بقى، كده ايه، انا نزلت البصلة على حبة زيت وحبة معلقة سمنة. لازم تحطي زيت وسمنة. السمنة بتديله طعم، والزيت تخلي معاكي الرز مفلفل وكده. تمام. ضربت البصل في الكبة. وممكن تضربي بعديها الطماطم في الكبة وبعديها الخضرة، بس انا تقريبا كان عندي صلصة، استنى اشوف والله ما فاكرة. مش فاكرة ضربت الطماطم ولا عملت صلصة، وحياة ربنا يعني ان الفيديو قديم. بقول لكم كان ايام الدراسة وكده، وانا دلوقتي بسجل لكم واحنا. بس الاحسن يعني في المحشي انك تضربي البصل وبعديها الطماطم وبعديها الخضره كله كده ورا بعضه في الكبه. لان كمان المحشي طبعا ما بيحتاجش عادي طماطم متصفيه، يعني عادي بتضربي في الكبه وبتحطيها على طول. لا، كان عندي صلصه هو ما ضربتش. يبقى انا ساعتها ما كانش عندي طماطم. عارفين لو كان عندي طماطم كنت ضربتها احسن يعني. هحط بقى ايه حته توم كده صغنطوط، ده توم مفروم في الفريزر. خدت حته كده برضو حطيتها. وكمان معلقه هريسه شطه برضو. عايزه انزل والله اجيب هريسه لانها خلصت بقى من عندي، فعايزه انزل اشتري. هشوحهم بقى كده مع بعض، اول ما اشم الريحه بقى ابتدي انزل ايه بالصلصه. وتحطي بقى كمون وكزبره وفلفل اسمر. ما بحطش بهارات بقى ولا محشي ولا لا، الحاجات دي لا. هي بس ملح كمون كزبره فلفل اسمر. عايزه اقول لكم بقى البصل مع الثوم مع هريسه الشطه، بجد بتبقى الريحه جباره. هحط بقى معلقه صلصه كده عشان تديلي قوام حلو. انا بحب لون المحشي يبقى احمر قوي، عشان كده ايه، عايزه اقول لكم الممبار كان فظيع فظيع. انا ما بحبش الكرنب، بس برضو شكروا لي يعني جوزي وعيالي قالوا لي الكرنب كان حلو. بس انا طبعا كلت ممبار بس بجد كان فظيع. عايزه اقول لكم ان المحشي ده اتعمل بعديه محشي تاني بس متصورش. عملت بقى كرنب وورق عنب. لقيت عندها ورق عنب اللي بتاعت الخضار اللي بشتري منها. مرة تانية يعني لما نزلت واشتريت منها كرنب بقى ورق عنب، عملت بقى يوميها كرنب ورق عنب بعد المحشي ده يعني. لما الصراحة لقيتها بتسلقه وبتقطعه لقيته بقى سهل عليا بقى الموضوع. انا الاول كنت بستصعب العمايل المحشي. لكن الصراحة بقى اللي تاخدي الكرنب، وماما دايما كانت هي اللي بتسلق لي الكرنب وتقطعه لي، ربنا يخليها يا رب. ان انا ماليش ما جربتش قبل كده ان انا اسلق كرنب واقطعه. ولا كنت عمري اعرف احشي محشي اساسا يعني. يعني المحشي دوت ماليش فيه خالص. ان انا اصلا ماليش في اكله. انا احب الممبار قوي واعشق الورق العنب بس. هو ده اللي بحبه في المحشي والفلفل.
انما بقى كرنب بتنجان كوسه لا خالص. بس طبعا لما بيبقى عندنا عيال الموضوع بيفرق خالص يعني. يعني انا قبل ما يبقى عندي عيال ويكبروا كنت اقول لجوزي عايز تاكل محشي كله عند مامتك او عند ماما. انا ما بعملش محشي. نحط بقى فلفل اسمر اهو البهارات. نزلت طبعا بالصلصه، والاول كده شوحت معلقه الصلصه من اللي في البرطمان دي، بحبها بتدي قوام كده، لكن طبعا ممكن تستغني عنها. هنا بقى دي كانت كزبره، كنت لسه مفضتهاش من العلبه بتاعتها. والله الايام دي كنت بصوا كنت مسحوله كنت بعمل اكلي كله بالليل وكريم نايم. حطيت برضو حبه شطه كده بس كده. اروح بقى ايه غسله الخضره بتاعتي واضربها في الكبه. انا بحب من ساعه ما جربت الخضره في الكبه ما بقتش احب اعملها غير في الكبه، ما بقتش اقطعها ابدا في السكين. بتطلع ناعمه قوي، وانا من الناس اللي ما بتحبش الخضره وما بحبهاش تقرقش تحت بقي يعني. فمن ساعه بقى ما عملتها في الكبه وانا بقيت بحبها جدا. غسلت بقى كده الصلصه خلاص بتاعتي كانت اتسبكت. غسلت بقى الرز بقى يعني معرفش ليه ممبار كنت جايبه كيلو، طلع الرز كتير قوي عليه. فقلت بقى مش مهم، قلت تاني يوم كده هشوف يا رب الاقي عند بتاعه الخضار كرنب، وفعلا لقيت. يعني وانا بحشي انا حشيت بالليل كده، فوانا بحشي قلت يا رب بقى الاقي كرنب عند بتاعه الخضار، والحمد لله بقى لقيت وعملت. هقلب بقى كده الصلصه وادي الخضره. بصوا بقى في الكبه بتبقى ناعمه ازاي، بجد اختراع الكبه دي اختراع. وغير بقى ان هي سهله بقى، يعني انت كده كده الكبه بتاعتك متوسخه، بتعملي كله كده مطرح بعضه. فبجد يعني اختراع يعني. جربوا تضربوا الخضره في الكبه. بتتقطع مش طبعا بتبقاش ميه، هي بصوا متقطعه عادي كانك مقطعاها بالسكينه، بس تقطيع ناعم قوي قوي. فاهمين؟ بصوا بقى لون الخلطه بتاعتي، والله الكاميرا ظلمها، كانت حمرا بطريقه فظيعه. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب اللي اتفرج عليا من غير ما يكون مشترك في القناه. وطبعا اسفه على صوتي، عندي برد، هو صوتي كده جميل. عايزه اقول لكم ان انا كنت من كام يوم، لا كنت يعني احنا خلصنا امتحانات من هنا وخدت دور عسل يعني. هروح بقى كده ايه عقبال ما جوزي يجي بقى احشي الممبار دوت. كان عندي اكل والله ما فاكره كان عندي اكل ايه اليوم ده. انا بقى ايه هروح بقى احشي الممبار ويبقى كده المفروض ان انا خلصت من الاكل. كان تاني يوم زي ما قلت لكم، بس ما حشيتش بقى كتير. يعني ايه اخدت معايا نص كيلو كرنب اللي مش طبعا مش الكيلو الكرنب كله بس. بصوا بقى منظر الكرنب ومنظر الممبار بجد كان فظيع. وبصوا حتى شوربة الممبار جوزي بيحبها، كنت غرفها له ليه هو لان انا ما بحبش الشوربة. فبجد كانت صافية كده وكانت جميلة يعني طبعا بتحطي في الشوربة دي ورق لورا وحبهان وملح زي شوربة الفراخ بالظبط. بس الكرنب برضو كان حلو قوي، والله الكاميرا ظلماه. بس كده متنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير، واقول لكم مع السلامة.